عاملين ايه يا بنات؟ النهارده جايه لكم بوصفه جديده خالص. معايا سمك بوري هحشيه كرفس بالثوم والبطاطس كده، يعني صينيه كده هدخلها الفرن. تطلع طعمها لذيذ جدا وحلوة قوي. ان شاء الله تجربوها بطريقتي وتعجبكم. انا طبعا بوريكم هنا المكونات. اول حاجه معايا السمك، ومعايا ليمون كده مقطعاه سلايس كده، وفلفل. وهنا معايا التوم، ده في الكرفس انا ضرباهم الاتنين مع بعض وعليهم البهارات. ومعايا البطاطس والطماطم. اول حاجه هبدأ بيها هي البطاطس. هنزل بيها في الصينيه علشان خاطر اتبلها بالثوم والكرفس. طبعا الثوم والكرفس دول انا ضرباهم زي ما قلت لكم، وحاطه عليهم البهارات بتاعه السمك اللي هي الكمون. حاطه كمون يعني كتير، يعني السمك بيحب الكمون جدا، وحبه كزبره وملح وشطه. وضربتهم الاتنين في الكبه كده علشان خاطر تطلع لي بالتتبيله دي. بعد البطاطس هحط الطماطم علشان خاطر اتبلها برضو معاهم بالتتبيله دي. الاكله دي حلوه جدا في العزومات او في غير العزومات، وتغيير عن السمك البوري اللي احنا متعودين عليه مشوي على طول. هنا بقى هبدأ بحشو السمك. طبعا هحشيه من جوه، وانا عملت كده فيه زي ما انتوا شايفين كده قطعتين من فوق، علشان دول هبدأ احط فيهم برضو من التتبيله من فوق، علشان خاطر السمك يبقى كله متطعم بطعم واحد. انا عايزه طعم الكرفس يبقى باين قوي، عشان هو بجد بيدي طعم حلو جدا. زي ما انا بوريكم كده، انا بحشي كده من البطن من جوه واحشي من بره. وبعد ما خلصت بقى الحشو كده تمام، هبدأ احطهم فوق البطاطس علشان خاطر بقى احط الليمون والفلفل وحبة مية صغيرين يا بنات وزيت، وهبدأ ادخلهم الفرن. انا طبعا ماشية معاكم كده خطوة بخطوة، زي ما انتوا شايفين رص السمك كده خلف خلاف يعني، علشان خاطر ندخلها الفرن. ده يا بنات اللي هو زي السمنة اللي بتبقى ببطن السمك من جوه، بتدي برضو طعم في الصينية. فانا بحطها زي ما انتوا شايفين بقى كده. ببدأ احط الفلفل والليمون على الوش، وممكن نعصر نص ليمونة علشان خاطر برضو تديها طعم الليمون. السمك بيحب الكمون جدا والليمون، يعني من الحاجات دي لو كترتوا فيها ما تقلقوش. يعني السمك هو ده يعني دي تتبيلاته المميزة، الليمون والكمون. هو بيحب التتبيلات دي جدا. اهو بص، زي ما انا هنا عملت نص ليمونة وهعصرها عليها كلها. ما تقلقوش، مش هتطلع طعمها لاذع ولا حاجة، بالعكس هتطلع طعمها لذيذ جدا. هنا بقى بعد ما خلصت خلاص دي كده خلاص اهو. عايزه بقى احط الزيت علشان خاطر طبعا انا احطه في الفرن، وبعد كده احطه في الشوايه علشان ياخد لون كده بامبي. الاول هحطه بس الزيت، وبعد كده بقى هبدا ادخله الفرن. هوريكم معايا اهو. هنا بقى هبدا اخد الصينيه كده واكون مشغله الفرن قبليها بشويه علشان خاطر تبقى سخنه. هحطه بقى كده واسيبه. وهنا بنات اهو بعد ما دخلته الفرن، هنا شكله في الفرن اهو. طبعا هنا خلاص استوى. انا حطيت له، انا معلش نسيت اوريلكم اللي انا حطيت له ميه، يعني كوبايه ميه كده حلوه قوي علشان خاطر بس البطاطس تستوي. اهو بص البطاطس هنا تعتبر كده خلاص استوت، وهنا يعتبر خلاص خلص كده. وهنا بعد ما طلعته من الفرن خلاص عشان خاطر يبقى جاهز على التقديم. ده شكله بعد ما يتعمل. والبطاطس زي ما انا بوريكم كده ان هي مستويه. اهم حاجه يكون السمك استوى والبطاطس استوت. عايزين تحطوه على البوتاجاز من فوق عادي، بس الاحسن في الفرن عشان بيديله طعم حلو جدا. انا عطيته لون من فوق الوش، مش لازم يبقى بامبي قوي.